بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء الورد والفل والجمال، ويا صباح الفل والورد والجمال والياسمين على الناس المسكرين اللي بتتابعني. الفيديو ده بقى هنشوف حاجة العروسة، خزين التلاجة والمطبخ. يا رب كده الفيديو يعجبكم. كل الحاجات دي كده اللي في السبتة دي احنا بنوديها يوم الفرح أو قبل الفرح بيوم. بنرص بقى التلاجة والمطبخ، وعقبال كده أولادكم مش تنسوا العروسة بدعوة حلوة كده من قلبكم. وعقبال يا رب كده عندكم الفرح دايما. حطيت هنا بقى البيبسي هنا تحت. طبعا العروسة بتكون جايبة حاجات كتيرة، فلازم الواحد ايه يحاول يوفق كده مكان في التلاجة لكل الحاجات اللي زي دي كده. ومش تنسونا كده باللايك والشير، واللي أول مرة يدخل على القناة عملنا اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا لي بقى في التعليقات عندكم بتجيبوا ايه كده للعروسة يوم الفرح؟ الحاجات دي عندكم على العريس ولا على العروس؟ حطيت هنا بقى الطحينة والمربى واللانشون. ده كان كوز لانشون اللي هو الكبير اللي هو ال3 كيلو. وده هنا بقى حطيت الحلاوة الطحينية تحت كده. وطبعا أم العروسة بتكون جايبة سمنة بلدي مسيحاها وحطها كده في برطمانات. وهنا بقى التونة. وفي كمان اللي هو البط والفراخ على حسب بقى العروسة ما بتحب بقى أم العروسة بيه بتملى لها كده التلاجة الحاجات اللي زي دي كده. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله. ده كده بعد ما رصيتها. هنا بقى الفاكهة، هنا بقى العنب والتفاح، وهنا بقى الجبنة الموتزاريلا. وهنا بقى مكان البيض لسه بقى كانت ام العروسة كانت هتجيبه من واحدة كده من اللي هو التربية البيتي، فمش كان لسه وصل. هنا بقى العسل الابيض والمربى والطحينة واللانشون والليمون والتونة والطماطم. بقى هنا الخضار بقى طماطم وفلفل وخيار وشوكولاتات بقى يوم الصباحية. هنا بقى جميع الشوكولاتات بيكون كده، والبسكوت اللي هو الويفر وبسكوت الشوكولاتة. هنا بقى الفاكهة التفاح والمانجا والعنب الأحمر. وهنا بقى بلح. وهنا بقى البتنجان. وهنا بقى الحلاوة الطحينية. وده هنا بقى ايه بقية الشوكولاتات وكده. يعني في ناس بتجيبها جاهزة وفي ناس هي اللي بتعملها زي الكحك والبسكويت والبتفور والغريبة وده. هنا بقى التربو. هنا بقى في السكر والشعرية والعدس ولسان العصفور والفاصوليا واللوبيا والملح. كل الحاجات دي كده بتروح يوم الفرح أو قبل الفرح بيوم. ده اسمه عشا العروسة. ده غير بقى عشا العروسة اللي هي حلة الاتفاق اللي هو الأكل. وده هنا بقى البصل والثوم. طبعا الحاجات دي بتختلف من بلد لبلد. وهنا بقى النسكافيه اللي هو البونجورنو. وهنا بقى المشروبات المختلفة. وهنا اللازانيا والسحلب والبني والسمنة. هنا بقى كوفي اسمه حلا. وهنا بقى اللي هو الشوكولاتة. وهنا بقى اليانسون والكراوية والكركديه وكل المشروبات. بصوا حتى المخلل ده طبعا مامة العروسة اللي عاملاه لها. وده هنا الزيت. ده هنا بقى ارتص هنا في الحاجات اللي زي دي حاجات كده برضو سحلب والخل. هنا بقى الغريبة والبتفور. ده كده الحاجات الجاهزة هما كانوا جايبينه من البيت السوري عندنا. يعني البيت السوري ده هنا مشهور. بصوا بقى دي الحاجات دي بقى كلها قبل ما تروح الشقة وكده. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. مش تنسونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا لي بقى في التعليقات انتوا عندكم بتودوا كده يوم الفرح ولا عندنا احنا بس؟ عقبال كده اولادكم واولادنا يا رب كده. ومش تنسوا العروسة بتاعه حلو كده من قلبكم. يا رب كده يسعدها ويرزقها الذرية الصالحة هي واولادنا واولاد المسلمين جميعا يا رب. ده بقى الحاجات دي بنحطها بقى بعد كده في السبتة. ده كانت لسه بقى في بيت ام العروسة بنحطها كده في السبتة زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. وبنوديها بقى ايه شقة العروسة وكده. حبيت اوريها لكم كده كلها وهي كده مرصوصة عشان تشوفوا.